السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ ولو إني زعلانة منكم لأنكم ما عدتوش بتتفاعلوا كده في القناة وما عدتوش بتحطوا لي لايك وبخلانين عليا خالص بمشاهداتكم. فلو انتوا أول مرة بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة. وطبعا برحب بكل متابعيني الجداد، بقول لهم منوريني ومنورين قناتي وربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ولا من دعمكم. بس حطوا لي بقى لايك كده وحطوا لي كومنت منكم حلو جميل. ودلوقتي بقى هنعمل طاجن ورق عنب بالكوارع. طبعا ديت كوارع كانت فاضله معايا من فيديو الكوارع اللي انا كنت منزلاه معاكم. وطبعا الكوارع بتاعتي كانت في الفريزر، فهطلعها بقى كده واقطعها مكعبات. والطاجن بتاعنا حطيت بقى كده في قلبه شرايح من الطماطم وشرايح من البصل شرايح من الفلفل وشرايح من الليمون. بعد كده هقطع الكوارع بتاعتنا وهحطها عليها، وبعد كده هحشي ورق العنب. وطبعا ورق العنب ده اللي كنت انا عاملاها معاكم برضو في فيديو قبل كده، وكنت حاطاه في البرطمان. عايزه اقول لكم بجد رهيب يا جماعه، ويفضل معاكم مده طويله بره التلاجة. يعني بجد ممتاز ورق العنب لما تسيبيه بره كده. طبعا انا حشيت بقى المحشي وعملت طبعا الخلطه، كلنا عارفين احنا بنعمل المحشي ازاي. وكان عندي بقى كيلو برضو من الفلفل، فحشيت كده حله من الفلفل صغيره، وحشيت الطاجن بتاعنا وسقيتهم كده بشوربه الكوارع. وطبعا الطاجن اللي فيه الكوارع ده برضو كده ده هيبقى جنب منهم كده. وبعد كده خدته بقى على البوتاجاز، ودلوقتي هو خلاص بدأ بقى يتشرب اهوت. لو وصلتوا لحد كده ما تبخلوش عليا باللايك. عايز التفاعل بتاعكم يا جماعه يرجع تاني كده والحماس. عايزين كده القناه بتاعتنا تكبر كده ويعني تتفاعل كده، فالجدعانوا معايا ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه. ودلوقتي بقى انا بعد ما قلبت الطاجن بتاعنا، شايفين بقى الكوارع وشايفين بقى الفلفل الجميل. حاجه بجد كده اكله جميله وحلوه، اتمنى تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.